حلتها واشتغلت معايا بدون اي مشاكل، والريسيفر عمل اتصال بالواي فاي، سواء الواي فاي بتاعي كان مخفي او مفتوح. الطريقه اللي عملتها النهارده نجحت معايا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ناس كتير جدا بتعاني من مشكله ان الريسيفر بتاعها ما بيعملش اتصال بالواي فاي، وبيعمل كل حاجه، بيضيف الرقم السري واسم الشبكه بشكل صحيح، ولكن الريسيفر مش بيعمل اتصال. عشان كده عملت فيديو جديد النهارده. اي نعم كنت نزلت فيديوهات قبل كده خاصه باتصال الريسيفر بالواي فاي. النهارده عملت طريقه جديده في الاتصال بالواي فاي، والطريقه اشتغلت معايا مع بعض الريسيفرات اللي ما كانتش بتتصل بالواي فاي واشتغلت بدون مشاكل. يلا بينا على بركه الله هوري لحضراتكم الطريقه بالفيديو، وكمل الفيديو للنهايه عشان تستفيد من كل نقطه موجوده في هذا الفيديو، كمان عشان الريسيفر بتاعك يعمل اتصال بشبكه الواي فاي. يلا بينا على بركه الله. رجعت لحضراتكم من جديد عشان اقول لحضراتكم على بعض المشاكل اللي بتواجه بعض الاخوه الكرام لما بيجي يضيف الشبكه بتاعته، سواء كانت مخفيه او مفتوحه على الريسيفر، وبعدين لما بيضيف الشبكه بشكل صحيح يقول له الريسيفر ما عملش اتصال بالانترنت. فهقول لك تحل المشكله ازاي. اول حاجه بتعملها، انا هشرح الطريقه النهارده على ريسيفر معالج سان بلس لبعض الاخوه الكرام اللي قالوا لي عايزك تشرح الطريقه على ريسيفر معالج جي اكس. ان شاء الله بكره او بعده هشرح الطريقه على معالج جي اكس. اول حاجه بتعملها عشان تضيف الشبكه او تعمل اتصال بالواي فاي، سواء الشبكه بتاعتك مفتوحه او مخفيه، كل اللي عليك هتضغط على زرار مكتوب عليه المنيو في ريموت الريسيفر علشان تفتح اللوحه اللي قدامك حلين عشان تخش على اعدادات الواي فاي. لو الريسيفر بتاعك ريسيفر بينزل له تحديثات على طول، هتلاقي عندك كلمة الواي فاي على الاوبشن من الخارج. لو مش موجودة عندك هتنزل عند اختيار اسمه الاعدادات، وبعدين تضغط على اوكي. هيفتح لك اللوحة الخاصة بالاعدادات. هتنزل عند كلمة اسمها تكوين الشبكة او اعدادات الشبكة، هتنزل عليها وبعدين هتضغط على اوكي. بيقول لك هنا نوع الرابط وقدامه شبكة لاسلكية، يعني لازم تخلي نوع الرابط شبكة لاسلكية زي ما قدامكم. وبعدها بتنزل عند كلمة الاعدادات وبعدين هتضغط على اوكي. بيقول لك الرجاء الانتظار، وهيدخلك على اللوحة الخاصة باعدادات الواي فاي عشان تضيف الشبكة بتاعتك او تعمل اتصال بالشبكة. زي ما حضراتكم شايفين فتح لي اللوحة الخاصة باعدادات الواي فاي، وقدامي هنا الشبكات اللي جنبي الريسيفر لاقطها. خلي بال حضراتكم، لو حضرتك عندك الشبكة مفتوحة كل اللي عليك هتنزل عند اسم الشبكة بتاعتك وهتضغط على اوكي. هتجيلك رسالة بيقول لك كلمة السر على طول، مش هدخلك على اي حاجة غير في كلمة السر. كل اللي عليك هتضغط على اوكي. طيب بعد ما تكتب الباسورد، النصيحة اللي قدمها لك عشان ما تحصلش مشاكل لحضرتك انك ما تخليش رموز في الباسورد، يعني تخلي الباسورد ارقام عادي جدا. تكتب الارقام ايا كان بقى الرقم، بنجرب مع بعض. زي ما قلت لحضراتكم ما تخليش رموز في الباسورد عشان يعمل اتصال. بعد كده هتنزل عند كلمة الرابط الآلي او الربط الآلي وبتدوس علامة اوكي على اللوحة اللي قدامك، هتيجي علامة صح، وبعدين هتنزل عند كلمة الرابط وتضغط على اوكي. هيعمل اتصال بالشبكة. لو انت حضرتك عندك رموز وما عملش اتصال بالشبكة، يبقى لازم تغير الباسورد بتاعك لكله ارقام عشان يخش معاك. طيب بعض الاخوة الكرام بقى اللي عنده الشبكة مخفية يعمل ايه؟ كل اللي عليك بيقول لك هنا اضافة يدوية، دوس على الزرار الاخضر. هتضغط على الزرار الاخضر عشان تفتح اللوحة اللي قدامك. بيقول لك هنا الاس اس اي دي، هتضغط على اوكي. لو بتواجه مشاكل، لو حضرتك الشبكة بتاعتك مخفية وبتواجه مشاكل في اتصال الريسيفر بالواي فاي، كل اللي عليك هتخلي اسم الشبكة سمول مش كابيتال، هتخليها سمول مش كابيتال. انا هكتب اسم هاني مثلا سمول، انا بجرب مع حضراتكم. دي الطرق دي كلها نجحت لما جربتها على اكتر من ريسيفر. هكتب هاني كله سمول، مش هخلي ولا حرف كابيتال. بعد ما كتبنا اسم الشبكة زي ما قدام حضراتكم كل الحروف سمول، هضغط على الزرار الازرق. بيقول لك هنا دوس على الزرار الازرق للتأكيد، وبعدين اسم الشبكة الاس اس اي دي
اسمه هاني اسم الشبكه. هتنزل عند تاني اختيار اللي هو نوع الشبكه، بيقول لك الشبكات اللاسلكيه، هتضغط على اوكي وتختار، هو مفيش اختيارين، هتختار الاختيار اللي بعده على طول وتضغط على اوكي. هيجي لك هنا كلمه بعدها التشفير ومكتوب قدامها لا توجد حمايه، عشان ما تغلبش نفسك وما تتوهش كتير. كل اللي عليك هتضغط على اوكي، وكلمه لا توجد حمايه هتختار الاختيار اللي فوق على طول، لان دي برضو من المشاكل اللي بيقع فيها الناس ومش عارفه تختار ايه، فبالتالي الريسيفر ما بيعملش معاه اتصال. يبقى حضرتك هتقف على كلمه لا توجد حمايه، وبعدين تختار الاختيار اللي فوق على طول، وبعدين تضغط على اوكي. وبعدين هتنزل بقى عند كلمة السر، وبعدين هتضغط على اوكي. هتكتب برضو ارقام، لو عندك رموز او هاشتاج او الكلام ده كله ما تخليش الكلام ده كله، خلي ارقام عادي جدا. وبعدين بتكتب الارقام كلها، وبعدين بتدوس على الزرار الازرق وتضغط على اوكي. وبعدين بيجي لك اللوحه مره اخرى، هتخلي قصاد كلمه الربط الالي علامه الصح، وبعدين هتضغط، هتنزل تحت وتضغط على كلمه الرابط، وبعدين هتدي اتصال. بيقول لك الرجاء الانتظار، الشبكه انضافت فوق. هتستنى شويه هتلاقي الشبكه عملت اتصال، يعني ما تخرجش على طول، ممكن دقيقه لحد ما الشبكه تعمل اتصال. لو ما عملتش اتصال هتروح على كلمه او الاسم بتاع هاني، وبعدين تضغط على اوكي، وهتنزل مره تانية على كلمه الرابط وتعمل له اتصال، وهتلاقي الشبكه اتصلت معاك بدون اي مشاكل. دي الحلول لو عندك مشكله بتواجهك في اضافه الشبكه او تشغيل الانترنت على الريسيفر. حليت مع حضراتكم النهارده، او حليت مع حضراتكم بعض المشاكل اللي بتواجه بعض الناس. استنونا ان شاء الله في فيديو جاي هقول لك على 5 حلول بتحل مشكله الاتصال الريسيفر بالواي فاي. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا انك تدوس لايك للفيديو، وكمان تشير الفيديو لكل اصحابك عشان الجميع يستفيد من هذا الفيديو، وكمان عشان نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.